السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. فيديو مهم جدا وبيحبوا الأهلوية وبيحبوا أيضا الزملكاوية، وهو ترتيب هدافي مباريات القمة ديربي القاهرة، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. نبدأ على طول في الإحصائية يا جماعة. مبدئيا كده المركز، نبدأ من المركز السابع. المركز السابع محمد شريف من النادي الأهلي وسجل 7 أهداف في مباريات القمة. المركز بقى السادس صالح سليم من النادي الأهلي أيضا وسجل 8 أهداف. المركز الخامس اللي هو طبعا حسام حسن أو جمال حمزة عنده 9 أهداف من الزمالك. والمركز الخامس حسام حسن أيضا 9 أهداف ومن الأهلي والزمالك، سجل مع النادي الأهلي 5 أهداف وسجل مع نادي الزمالك 4 أهداف. المركز بعد كده المركز الثالث عماد متعب من النادي الأهلي وسجل كم هدف؟ سجل 10 أهداف. والمركز الثاني طبعا محمود الخطيب الأسطورة طبعا من النادي الأهلي وسجل 11 هدف. والمركز الأول في الصدارة عن جدارة النجم محمد أبو تريكة من النادي الأهلي أيضا وسجل 13 هدف. بعد كده في برضه مختار التتش من النادي الأهلي بعدد بنفس عدد الأهداف بتاعت محمد أبو تريكة اللي هي 13 هدف. خلينا أقول لكم طيب المواجهات التاريخية. احنا تعرفنا على الهدافين طبعا من المركز 7 لحد المركز الأول. المباريات اللي جمعت بين الأهلي والزمالك، مين فيهم فاز أكثر؟ مبدئيا كده في الدوري المصري الأهلي والزمالك لعبوا مع بعض 128 مباراة. الزمالك فاز في 28 مباراة والنادي الأهلي فاز في 50 مباراة، والتعادل كان حاضر بينهم في 50 مباراة أيضا. نادي الأهلي سجل كم هدف ونادي الزمالك سجل كم هدف؟ الزمالك سجل 113 هدف، الأهلي سجل 163 هدف. ده على مستوى ايه؟ على مستوى الدوري المصري. اما بالنسبه للمباريات ككل مع النادي الاهلي مع نادي الزمالك، يعني ايا كان حتى لو كانت مباراه وديه او كانت بطوله كاس او كده، فهم تقابلوا مع بعض يا جماعه 228 مباراه. كم مباراه فاز فيها نادي الزمالك؟ فاز في 56 مباراه والنادي الاهلي فاز في 101 مباراة و72 مباراة انتهوا بالتعادل. نادي الزمالك سجل في المباريات دي ككل 233 هدف، أما بالنسبة للنادي الأهلي سجل 330 هدف. دي يا جماعة إحصائية يعني بتدل على حاجات انتوا أكيد عارفينها. اكتبوا لي في الكومنتات إيه الحاجات اللي استنتجتوها من الإحصائيات دي، سواء الهدافين بتوع نادي الزمالك وهدافين نادي الأهلي. واحد يسألني طيب يقول لي فين جمال حمزة فين مثلا عمرو زكي وفين محمود عبد الرازق شيكابالا؟ اقول له والله دول تلاقيهم سجلوا مثلا الواحد هدفين او 3 اهداف، ولكن الاحصائيه زي ما انتم شفتوها تبدا من المركز السابع اللي هو محمد شريف صاحب ال7 اهداف. اما بعد كده ممكن تلاقي عمرو زكي، ممكن تلاقي محمود عبد الرازق شيكابالا، ممكن تلاقي اي لاعب تاني في النادي الاهلي او نادي الزمالك سجل مثلا متوسط 3 4 هدفين وهكذا. عامه ده يا جماعه كل ما ياخد زي ما قلت لكم. سيبوا لي كومنتاتكم وارائكم، قولوا لي الاحصائيه دي والاستنتاج ده بيدل على ايه. بس يا جماعه وفي النهايه ما تنسوش الدعم المجاني، اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا كان معكم قناه تحليلاتكم. السلام عليكم.